مظاهرات بمشاركة آلاف الأشخاص. ماذا يحدث في تونس؟ تظاهر آلاف التونسيين أمس للاحتجاج على ما وصفوه بالانتكاسة الشديدة في الحريات والحقوق، والمطالبة بالإفراج عن السياسيين والصحفيين المسجونين بسبب مواقفهم المعارضة، ومنع الترهيب ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل. ووصفت وكالة رويترز للأنباء المظاهرة بأنها واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ العام الماضي ضد الرئيس التونسي قيس سعيد الذي شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بمراسم في عام 21 في خطوة نددت بها المعارضة. ما هي الجهة الداعية للمظاهرة؟ ودعت المظاهرة الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم أحزابا يسارية واجتماعية ومنظمات من المجتمع المدني. ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تدعو إلى عودة الديمقراطية والتصدي لانحراف السلطات ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين بدورها. قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن غالبية المتظاهرين كانوا من الشباب والنساء، ورددوا شعارات ضد الرئيس قيس سعيد، ويسعى سعيد للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر المقبل 2024، والتي أقصت هيئة انتخابات أقصت 3 مرشحين من سباقها، رغم أن المحكمة الإدارية أقرت الشرعية لهم ولترشيحهم. واعتقلت السلطات المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي ذمال منذ 2 من الشهر الجاري للاشتباه بتورطه في تزوير وثائق خاصة بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية. وقبل أسبوع صدر قرار قضائي بإطلاق سراحه، لكن بعد دقائق فقط من الإفراج عنه من السجن أعادت السلطات اعتقاله وذماد أحد 3 مرشحين تمت المصادقة عليهم في القائمة النهائية التي أعلنتها هيئة الانتخابات مع الرئيس قيس سعيد والنائب البرلماني السابق زهير المغزاوي. انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية. وجاءت المظاهرات قبل ساعات من الانطلاق الرسمي والفعلي لحملات الانتخابات الرئاسية، وبدأت الحملة الانتخابية في تونس مع الساعات الأولى من صباح اليوم، على أن تنتهي وفق الجدول الزمني المحدد 4 أكتوبر المقبل، وسيراقبها ميدانين 1000 مراقب جرى انتدابهم لهذا الغرض. ومن هؤلاء المراقبين 600 يتمتعون بصفة الضابط العدلية للضابطة القضائية، وكانوا تلقوا تأهيل لذلك، وسيتولون مهام مراقبة أنشطة حملات المرشحين الرئاسية، وسيحررون محاضر ترفع لهيئة الانتخابات. ويبلغ السقف الكلي للإنفاق على حملة الانتخابات في دورها الأول لكل مرشح 150,000 دينار، في حين حدد سقف الإنفاق في الدور الثاني 100,000 دينار. وكانت حركة النهضة قد أعلنت في وقت سابق عن اعتقال عشرات من منتسبيها من مختلف أنحاء البلاد. وقالت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي مساء الخميس مرة أخرى: وفي ظرف أيام قليلة تشن السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من حركة النهضة في مختلف جهات البلاد، ونددت الحركة بما يتعرض له أعضاءها من اعتقالات تعسفية على حد وصفها، وطلبت الحركة بوقف تلك الملاحقات وإطلاق سراح كل من طالهم الاعتقال. وتشهد تونس منذ فبراير الماضي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة
ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادتهم، منهم العريض علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني. واتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهي اتهامات تم فيها المعارضة.